سافر إلى السعودية وكان والده يحتاج للرعاية، فهو يعني كلف زوجته أن تقوم برعاية والده، لكن هو قلق وبيشعر ان الوالد يعني لا يقوم على رعاية أحد مثله هو، فبيقول ماذا أصنع؟ أرجع عشان أرعى والدي؟ أقول له نعم، ارجع لترعى والدك. انت سافرت عشان نفسك وبيتك وأولادك وتحسين حالتك المعيشية، وده شيء مقصد شرعي جائز شرعا، لكن رعايتك لوالدك إن لم يكن هناك غيرك ممن يقوم بهذه الرعاية فهو واجب عليك، واجب عليك أن تبره وأن تقوم عليه وأن ترعاه. ولتعلم يا أبا عبد الرحمن أن أباك باب من أبواب الجنة، أو هو بابك إلى الجنة، فلا تغلق هذا الباب، احرص على هذا الباب. ويعني عودتك ورعايتك لأبيك من أفضل العمل، وإن شاء الله ربنا ييسر لك الرزق هنا في بلدك، وإن كان أقل من الرزق الذي تحصله في البلاد الأخرى التي تسافر إليها، لكن رعايتك لوالدك لا ثمن لها، يعني لا مقابل لها، لا تقيمها بالمال ولا تقيم ما خسرته إذا خسرت أباك أو إذا خسرت برك بأبيك. عافاه الله ووفقك ووفق امرأتك وأولادك لما يحب ويرضى.